بس الحقنة بتاعتها ب 40 مليون، وأنا ما احتكمش من ال 40 مليون دول على 40 جنيه منيهم. عايش حياتي وراضي وقال الحمد لله، ربنا رضاني بالواد والبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي المشتركين معي في القناة والواقفين جنبي ما يدعموني، أنا عايز أوريكم حياتي عيشها إزاي. حياة مأساوية. أنا راجل تعبان عندي ضمور في العضلات، مش بقدر أقوم من الأرض، وأي حد يا أهل الخير يعرف إيه ضمور العضلات دي ملهاش علاج غير عند ربنا سبحانه وتعالى. ولو ليها علاج في الدولة ليها علاج، بس الحقنة بتاعتها ب 40 مليون، وأنا ما احتكمش من ال 40 مليون دول على 40 جنيه منيهم. عايش حياتي وراضي وقال الحمد لله، ربنا رضاني بالواد والبيت. بس خايف عليهم من بكرة، خايف عليهم لا يجي في يوم من الأيام ما يلقوش أي حاجة ياكلوها، خايف عليهم لما يجيش في يوم من الأيام ما يلقوش حاجة يلبسوها، وخايف عليهم لو في يوم من الأيام راجل صاحب البيت يجي يطردنا من البيت هنقعدوا في الشارع. فأنا ما معيش حاجة غير فضل ربنا سبحانه وتعالى. انتوا شايفيني أنا راجل عاجز، ما بقدرش أقوم من الأرض، ما بقدرش أشتغل غير على هباب التوك توك، وده مش ملكي، دي تملك واحد تاني. زي ما انتوا شايفين عيشتنا، والله زي ما انتوا شايفين احنا بنجيدوا على القانون. ما معناه يعني أنبوبة البوتاجاز زي أنا صعب إن أنا بعبيه، وعيشنا بنخبزوه على الفرن اللي وراي انتوا شايفينها ده، زي ما انتوا شايفين الحلقة قدام عينكم، والله زي ما انتوا شايفين قدام عينكم. وزي ما انتوا يا أهل الخير شايفين حالتي، أنا راجل عاجز مش بقدر أقوم من الأرض، بس والله خايف من بكرة، خايف من بكرة على عيالي، خايف عليهم لا يجي في يوم من الأيام نلقوا نفسنا في الشارع. ودي رسالتي لكم يا أهل الخير. وزي ما انتوا شايفين الحالة اللي احنا عايشين فيها، وزي ما انتوا شايفين وهو قدام عينكم. اتخيل كمية الألم كدي اللي في جسمي عشان خاطر بقدر أتحرك الحركة دي وأقدر أقوم. والله كمية ألم ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. والله ما هي دي قومتي على كده، هي دي قومتي اللي أنا بقدر أقوم. والله زي ما أنتوا شايفين، والله بقوم بصعوبة من الألم اللي في جسمي. بالله عليك أمانة في رقبتك اليوم الدين، لا تشيل الحالة دي على قد ما تقدر، ويعلي بنية الشفاء يا شيخ. الله يبارك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.